تسمى الساحات نضال قطاع سيارة الأجرة. إخوان، احنا اليوم غادي نناضلوا على حقنا. المرة الثالثة غادي تكون وقفة احتجاجية على مستوى الجهة. الرابعة غادي تكون وقفة على مستوى الوطني. ونحن عندنا السلام الإداري، عندنا المكتب المحلي وعندنا المكتب الجهوي وعندنا المكتب الوطني كاتحاد العام الشغالين، واليوم كنتعاملوا بهذه الطريقة. هذا عبد ربي هو هذا عبد ربي هو مسؤول على منطقة الشمال وعضو في النقابة الوطنية وكتكلم معكم وكتحمل مسؤوليتي. اليوم ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نناضلوا، وليس ان نضلت اليوم وقلت ما كاين والو، ارى نمشيو بحالنا، ارى نمشي للحل. الحل بين يدكم الاخوان، وحنا مستعدين معاكم، نقطعوا الصباط معاكم، نباتوا معاكم، نقيلوا معاكم حتى تحقق مطالبكم. حذاري متفيقة، انا كنكررها. وراء الاخوان نطلبوا الله اللي ماشي مهني واللي ما عندوش غير على المهنة الله يهديه، ما نقولوش شي حاجة، الله يهديه ويرجع للمهنة ديالو. ونطلبوا الله تكون عنده غير على المهنة ديالو. هذوما الاخوان اللي قلت لكم اليوم غادي نلتزموا بهم. طبعا غادي نراسلوا المسؤولين، ولكن حنا كنطلبوا من المسؤولين، باقي كنكررها، راه هاد الناس ما كيطالبوش شي حاجه اللي هي مستحيل، كيطالبوا محاربه هاد الناس اللي كيديو لهم القوت ديالهم، لا اقل ولا اكثر. ثانيا الاخوان، اليوم كاين وقفه احتجاجيه على مستوى اقليم العرائش. نهار الجمعة نهار 30 الشهر كاين وقفة على مستوى وطني لإيقاف هذا النازف اللي جاء من وزارة النقل ديال دفتر التحملات ديال النقل المزدوج. اخوان غير روح الفلاش غادي نعطي لكم بالنسبة للمشكل ديال النقل المزدوج. اليوم اللي جا اليوم ما عرفتش كيفاش غادي نسميه، ربما كاين منطقة الشمال باقي ما وصلهاش بالحدة اللي وصل في بعض المناطق، يعني النهاية ديال الطاكسي، الموت السارع، الموت السارع كما قال الاخ بعد. تصوروا اقليم سيدي قاسم تعطات 400 وشي حاجة ديال الرخص في ظرف 20 يوم ما كاملاش. ثانيا اخوان اللي خاصكم تعرفوا واحد القضيه، هاد الناس شنو كيعملوا معاه؟ جيب الفارغونيطا وجيب الملف ديالك، نزل الملف المطلبي ديالك وخذ الرخصه، وهذا حرام. تاكسي صغير الاخوان لا المطريه كيهزونا ليسانس عمرك. هاد المسائل اللي كنتكلموا عليها كاين اضراب وطني لايقاف هاد النزيف اللي هو صدر من وزارة النقل. خليوه الاخوان، خليوه الله يرضي عليكم، خليوه الله يرضي عليك. حنا كنعرفوا الامور كيفاش كتجي.